اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. هنعمل النهارده بتفور الشوكولاته كما يجب ان يكون. سمي الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهارده مقدار صغير، اوردر صغير كده. عندي 500 جرام من الزبده. حطينا 450 جرام زبده صافي، عليهم 50 جرام من السمنه، 2 بيضه، 200 جرام من السكر البودرة، عندي 650 جرام من الدقيق، 4 معالق بيكنج باودر، سوري، 4 معالق كاكاو خام، وعندي 2 فانيليا. هنحط هنا الأول حاجة هنا ايه، الزبدة مع السكر في العجان كده زي ما احنا متعودين مع بعض. زي ما انتوا شايفين طبعا الزبدة بدرجة حرارة التلاجة، والسمنة بدرجة حرارة المطبخ زي ما انتوا شايفين كده. هنزل عليها السكر البودرة، والسكر البودرة ده انا طحناه في مطحنة الخلاط، مش جاهز زي ما انتوا شايفينه كده. هنشغل بقى، وعايزه القوام ده يبقى كريمي زي ما احنا متعودين في طريقه البيتي فور، بالشكل ده كده. لو مره يزورني في القناه طبعا تحطي لايك وتشتركي في القناه وتشير الفيديو عشان الكل يستفاد، وتصلي على النبي في التعليقات اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا هنا برفع العجان شويه علشان الكميه قليله في قاع العجان زي ما انتوا شايفين، فبرفع العجان كده علشان اساعد العجان ان هو يضرب كل المكونات مع بعضها، علشان ما يبقاش في حاجه تتقلب كده وفي حاجة تبقى مركونة على جنب ما تتقلبش. من وقت للتاني كده برفع واقلب بالسباتولا بالشكل ده. انا هنا بوريكم شكل الزبدة، كل ما بتضربي فيها بتهيش معاكي وبتبقى لونها فاتح بالشكل ده كده. بصوا لسه في حتة صفرة وفي حتة بيضة ابيضت معايا، فبقلب علشان الكل يبقى زي بعضه بالشكل ده كده. تمام. اهم حاجه تجيبي كل اللي في الجناب كده علشان الكل يبقى زي بعضه. نزلت الاتنين بيضه كده بالشكل ده، وبعد كده هنزل الفانيليا، وهضرب برضو على سرعه عاليه لحد ما البيض يختفي خالص بالشكل اللي انتوا هتشوفيه دلوقتي. البيض يختفي خالص كده، وبعد كده القوام يرجع كريمي تاني. انت ما بتحطي البيض بتلاقي القوام قطع معاكي، بيبقى مخرز كده. انت ما بتضربيه كمان كام ضربه كده بتلاقيه اتعدل معاكي وبقى قوامه كريمي تاني. هنزل هنا 4 معالق كده حسب نوع الكاكاو عندي. انا هنا كان عندي كاكاو خام، حطيت عليه كيس كاكاو عادي بسكر، فزي ما انتوا شايفين كده اللون فتحها معايا. كاكاو الخام الاسباني ما كنتش يعني ما كنتش بكتر اكتر من معلقتين اتنين بس او معلقه كمان. لما ضفت عليه الكاكاو التاني اللي هو بسكر، خلاه لونه فتح معايا كده، و يعني خامته قلت. انتوا فاهميني؟ لما تكوني بتحطي حاجه كده تقليد على حاجه اصليه كده فبتبوظ الدنيا. فانا بصراحه ضفتها، يعني دي كانت غلطه مني انا اللي انا احطها على بعضها كده، قلت خامه الكاكاو الخام. فانا حطيت 4 معالق وهقلب كده هشوف القوام هيبقى فاتح معايا ولا هيبقى غامق. تمام كده. اللي كان متابعني في رمضان وكنت عامله البيتي فور، الكاكاو اللي كنت حطاه في رمضان كنت حطاه بلون اللي هو الاسباني، فمعلقه منه او معلقتين بتلاقيه البيتي فور بتاعك غامق كده ومغمق بني غامق مش فاتح. ده بص عشان طبعا متضاف له سكر، متضاف له طبعا حاجات تانية، فبص هتلاقي لونه فاتح برضو، بس لما يخش الفرن معايا هيغمق درجه، مش هيبقى فاتح قوي. هنزل بقيت هنا اللي انا كنت بقلب وما حطيتش كميه دي كلها 650 جرام كلهم علشان اشوف قوام العجينه. لما لقيتها محتاجه زي ما انتوا شايفين كده قلبته، وبعد كده حطيت بقيه كميه الدقيق. العجينه هتتظبط معايا. لو العجينه قلت معاكي وبقت محتاجه دقيق وانت ما حطيتيش هتلاقي البيتيفور معاكي فرش معاكي. تمام كده. لو السكر كتير هتلاقيه ناشف معاكي. انا هنا بوريك الاسباتولا سوري، اللي بوريك هنا القمع بتاع الحلواني بتاع البيتي فور زي ما انتوا شايفينه كده. ده القمع دايما اللي انا بستخدمه في البيتي فور. تمام. وكيس الكيس ده استعمال مره واحده، لو طلع سليم معاكي وما تقطعش بتغسليه وتستخدميه تاني. ممكن وانت بتعملي كده تلاقي العجينه تقيله معاكي فبتقطع لك الكيس، فبتضطري ان انت ترميه، ما يبقاش لاي استخدامات تانية. انا هنا هعمل شكلين او 3 بالقمع ده زي ما انتوا شايفينه كده. ده هو شكل الكمثرى كده، يا رب يكون واضح بس معايا. بصوا لو انتوا واخدين بالكم ان انا بحط العجينه بضغط على نصها
يعني قريب من القمع، والنص التاني ورا، مش بحط كل الكمية واضغط عليها كده. الكيس بتاعي هيتقطع معايا على طول. تمام كده. بصوا، ده اللي هو الشكل الكمثرى. هنرجع نعمل شكل تاني اللي هو الشكل العادي، اللي هو الشكل المعتاد بتاع البيتي فور، اللي هو شكل الوردة بالشكل ده. ولاحظوا كده ان انا مش موسعة قوي ما بين البيتي فور والتاني، ان ما شاء الله هو مش هيفرش العجينة يعني مظبوطة معايا، مش هيفرش معايا. لو انت مش واثقة في العجينة بتاعتك او في الزبدة، نوع الزبدة بتاعتك، لان في برضو في نوع زبدة بيفرش معايا. بفضل اشكل كده بالشكل ده. طبعا انا ده اول صاج ليا شغاله بقى الفرن، لان الفرن ما بيقعدش اصلا، وما بيتحطش في اي مكان يكون في حر او اي حاجه. يعني لو عندك حر في المطبخ، طلعيه بره تحت المروحه مثلا، او حطيه في التلاجة. تمام. يعني اللي تشكليه دخليه التلاجة شويه، وعقبال ما تيجي تدخلي في الفرن طلعيه من التلاجة على الفرن على طول، مش هيفرش معاكي. تمام. لو سبتيه بره في الحر بيفرش معاك على طول. انا هنا خرجته خلاص من الفرن، طلع بالشكل ده كده. وزي ما انتوا شايفين نفس الفراغات اللي ما بين كل واحده والتانية. بصوا يعني ما تجقش كتير وما فرش كتير. هي لازم الحاجه تريح شويه، حاجه بسيطه، لان طبعا بتبقى دي جواها هوا كده، ولما بتخش الفرن بتريح شويه. ده الطبيعي بتاعها. بس لو فرشت زيادة عن اللزوم، او الرسمة دي ما بقتش باينة زي ما انتوا شايفينها كده، يبقى العجينة بتاعتكم فيها حاجة. سبته يبرد خالص زي ما انتوا شايفين، وجبت شوية مربى مشمش، حطيتهم كده زي ما انتوا شايفين كده، سنة صغيرة على البتفراية. انا بحب اقفله بصراحة بشوكولاتة، بس اللي طالبة الاوردر عايزاه متقفل بالمربى كده، وبعد كده بنقفله بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. انا بحط حاجه بسيطه كده، يعني مجرد بس اللي هم يلزقوا ببعض، مش اكتر من كده. ما تزوديش عشان ما تطلعش بره الجناب، خصوصا ان احنا مش هنشكل ب جوز الهند او سوداني او فرماسيل او اي حاجه. احنا هنشكل بشوكولاته بس، تقفله بالشوكولاته بس، مش اكتر من كده. تمام. وطبعا انتوا شفتوا وشه، سوري، شفتي شكله في اخر الفيديو كان عامل ازاي. انا هنا بعمل كده بالشكل ده. حابه انت تخليه في الصاج وتقلبيه كله زي بعض، وبعد كده تحطي كل حاجه، كل سنه يعني كله عليه سنه فراوله كده، وبعد كده تقفليه، مفيش مشكله. انا بحب الم كله في صاج واحد كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ببتدي ان انا اشكله، بحشيه بالمربى سواء أو بالشوكولاته. وبعد كده بقفله كده بالشوكولاته زي ما انتوا شايفين. كنت عاملاه معاكم في رمضان، في شغل رمضان كنا بنتقفل بشوكولاته، وعاملينه بشوكولاته كده من بره، وجوز الهند وفرماسيل والسوداني، حسب العميل لما يجي يطلب منك مثلا، او الزبون يجي يطلب منك حاجه زي كده، هو اللي بيطلب منك مواصفات الحاجه اللي هو عايزها، سواء شوكولاته ساده او شوكولاته مثلا بالحليب، او مربى بس ومعمول بجوز الهند كده. ايا كان بقى ايه هو طالبه منك لازم نعمله. وزي ما انتوا شايفينه كده، هو المره دي طالبه بشوكولاته ومتقفل بشوكولاته. تمام. طبعا بقى الف هنا وشفا طبعا اللي يدوقه وزي ما انتوا شفتوا كده الطريقه سهله جدا. نص كيلو سوري، نص كيلو سمنه عمل لي الكميه اللي انتوا شايفينها دي كده. تمام. عملنا مقدار قبل كده الكيلو، عملنا مقدار 2 كيلو، وده مقدار نص كيلو زبده. تمام. هقفله كده كله بالشكل ده. تعالوا نشوفه بعد ما اتقفل بقى شكله عامل ازاي. انا بسيح الشوكولاته على حمام ميه، وبحط لها شويه زيت صغيرين حوالي كام معلقه كده، وبوطي عليها النار لحد ما تسيح مع نفسها. ممنوع تقربي منها اي حاجه فيها ميه، هتبوظ منك الشوكولاته على طول. مجرد ما بتسيح باجي بقى على طول بقفل البيتي فور، بيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. حاجه كده تحفه، يعني بيتي فور فاخر من الاخر. بصوا الجمال، حاجه كده. بصوا يعني دي العلبه، شكل العلبه من بره طبعا المروحه باينه فيها، عشان طبعا البلاستيك بتاع العلبة باين يعني شفاف، مبين المروحة كده شغالة. لازم تشتغلي كده في مكان فيه تهوية علشان الشوكولاتة ما تسحش منك. تمام. ده شكل العلبة اللي بره، وفتحتها لكم اهي بالشكل ده. وطبعا ده عشان الجو حر طبعا لازم يتحط في مكان فيه يعني بارد كده، تحت مروحة بقى، او
او تلاجة، ايا كان بقى انت عايزه تحطيه براحتك. زي ما انتوا شايفين دي الكميه اللي كانت مطلوبه مني. وده بقى بصوا كده، دي اول ما دقته كده بالشكل ده، حاجه كده دايبه والشوكولاته تحفه فيه. اتمنى يعجبكم والفيديو يعجبكم، اتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.